أنا أريد أسأل الشعب العراقي، أسأل كل مفكري وسياسي وأصحاب تاريخ، كتاب تاريخ الشعب العراقي. من الذي شارك باغتيال الملك غازي سنة 37؟ ومن الذي شارك بإسقاط النظام الملكي مع من نور السعيد خلاف يوم 10/5/58 كان خلاف مع من على ترسيم الحدود مع الكويت، وتم اسقاط النظام يوم 14/7 ورا شهرين، اقل من شهرين. من الذي اسقط نظام عبد الكريم قاسم عندما ارسل محمد الصدر للكويت لترسيم الحدود والخطاب المحود 28/1/63؟ ومن اسقط صدام سنة 91 وقرر باسقاط النظام؟ هؤلاء نفس الاجنده ونفس البرنامج اللي اسقط عادل عبد المهدي. ايش تقصد؟ ايش وضح اكثر؟ ايش تقصد؟ الشرق الاوسط تتحكم به دولتين فقط. هسه تقول لي ايران، تقول لي تركيا. انا ما قال، بس اسالك من هذه الدولتين؟ كل ما تخطط له امريكا، كل ما تخطط له اسرائيل تنفذه امريكا، وكل ما تخطط له الكويت تنفذه بريطانيا. فعلى الساسة العراقيين أن يعوا المسؤولية ويعرفوا ما هو دور الكويت كل ما يدار بالملف. هذا السبب نشاهد يعني